الجماهير الاسماعيليه بس خالد حابه انها تعيش ان في ماتش، والتعادل افضل من الخساره. طبعا الخساره ليها اثار جانبيه دايما، فالتعادل بيبقى مريح حتى وان لم يتحقق الفوز. طب وانت ريكاردو صاحبك، انت قبل المباراه قلت النقطه مش وحشه وما بين الشوطين قلت النقطه مش وحشه، واضح انك يعني على علاقه طيبه بريكاردو يعني. لا انا واقعي في التعامل مع المباراه دي تحديدا، لانه كلا الطرفين الاهلي والاسماعيلي بيحاولوا ان هم يبتدوا يعودوا من جديد كفرق لها وزنها وانسجامها وقوتها. النهارده هم عدوا عنق الزجاجه، لم يكن هناك خاسرا من الطرفين، لان الخساره كانت لهذا او ذاك كانت تؤخره خطوات لورا. هم عبروا مباراه كبيره وقويه وكل واحد منهم طلع بمكسب. طيب مكسب عدم الخساره، مكسب عدم الخساره ده للاسماعيلي على وجه التحديد، والاهلي ايضا، لان الاهلي احنا بنقول عودته كانت في المباراه السابقه ويكمل النهارده. انا ممكن اقول حاجه قبل ما تنقل؟ لا انا جاي لك، ده انا جاي لك. لا انا عايز اقول لك كلمه. لا ده انا جاي لك، لان السؤال الاساسي معاك، لكنه هل من حق الجمهور الاسماعيلي انه يفرح حبيبه وشايف انه التعادل مع الاهلي اصبح انجاز، ولا على حسب ظروف النهارده الدنيا ماشيه كده؟ لا طبعا زي ما قلت لك، هو اللي بيهم الجمهور الاسماعيلي ان الفرقه تلعب تحس ان هي في مباراه جيده. الاسماعيلي بيلعب كره كويسه، ان الفرقه موجوده، ما خسرش من النادي الاهلي. ما خسرش، ده اهم حاجه. ما خسرش من النادي الاهلي، انا موجود